احسب لي بقى حضرتك. لا، ما ده تصريح طبعا ما ينفعش. ده تصريح ما ينفعش. انت لو لغيتي الدعم تماما لابد انك تصل الى 20 او 30%، دي مفيش حل ثاني. بس هي مش هتوصل لهم في يوم وليله. ولازم نشوف الميكانيزم نفسه يتعمل ازاي. يعني يطلبوا الناس يقدموا فواتير الكهرباء بتاعتهم، يطلبوا الناس يقدموا الاماكن اللي ساكنين فيها، معروف ان الاماكن الغنيه والاماكن اللي مش غنيه، يطلبوا المعاشات، بطاقه التموين، استهلاك الغاز. يعني الاستدلال هياخد وقت وكده، لكن اما نيجي نقول انا مش هدعم غير 1.5 مليون بس، طبعا كلام ما يمشيش خالص. يعني فهي لازم تغير المنظومه بتاعتها. هي قالت لي انا عايزه موارد. عايزه موارد كمان فيها فكره الاستمراريه يا باشمهندس نجيب، يعني ما تعملهاش النهارده وتتوقف بعدها بعد 2 أو 3 سنين. يا ستي، ما انا عايز اقول لحضرتك حاجه. الموارد اللي وفروها النهارده بالقرارات دي من الغاء الدعم لازم يدوا جانب كبير منها لوزيره التضامن الاجتماعي عشان تقدر توصل، مش تقول لي 1.5 مليون، توصل ل 10 او 20 مليون ببساطه كده. طيب عايزه اسال حضرتك سؤالين فيما يتعلق بمساله القطاع الخاص. عندك موظف يا باشمهندس نجيب في شركات حضرتك بياخد مرتب معين، تمام؟ هو بياخد نفس المرتب ده رغم ان التضخم ارتفع، يعمل ايه؟ لا، انا عندي شركات ما بيحصلش كده. انا عندي شركات بزود المرتبات اكثر من معدل التضخم السنوي كل سنه. انت راجل طيب يا باشمهندس. في ناس ثانيه ما عملتش كده. لا، مش مساله طيبه. طيب انا بقول عن اصحاب الدخول الثابته يا فندم، اصحاب الدخول الثابته موظفين الحكومه يا فندم. برضه يخضعوا نفس القاعده اللي بقول عليك. الموظف اللي مثلا ايراده اقل من 2000 جنيه غير الموظف اللي ايراده 20,000. لا انا بتكلم على لا انا ما بتكلمش ابو 20,000. خلاص، ده ابو 20,000 ده مش هنتكلم عليه ليه؟ احنا بنتكلم على الغلبان اللي مش ابو 20,000. ما ده نرجع تاني لنفس القاعده اللي قلت لحضرتك قبل كده، يتعمل توصيف لمن هو الفقير ومن هو محدود الدخل. يعني مثلا نعمل نقول ايه، والله النهارده عشان تتاكلي وتودي عيالك المدرسه وتعملي كذا كذا كذا، اللي دخله اقل مثلا من 2000 جنيه يبقى فقير. واللي دخله فوق اقل من 5000 جنيه يبقى متوسط مثلا. اما نحدد الفئات اللي هي المستهدف ليها الدعم ده، خلاص تخلص العمليه. عايزه دراسه وتنظيم وكده، وبعدين في شروط للدعم برضه. طبعا. يعني اللي هيقعد يخلف 10 عيال وما يودهمش المدرسه. لا، هي ربطها في تكافل وكرامه، ربطها بالصحه وبالتعليم، وده طبيعي جدا. وده اللي حصل في البرازيل كده. طيب سؤالي الخاص بالقطاع الخاص. لما كنا نقابل مستثمرين من بره فنقول لهم مصر فيها فرص الاستثمار ومعدلات ربحيه عاليه، فيقولوا مثلا لما يبقى نجيب ساويرس يضخ استثمار، ده مثلا يعني مش حضرتك شخصيا بيتقال، لما المستثمر المحلي يضخ احنا هنيجي على طول، لان لو المستثمر المحلي ضخ يبقى انتوا تمام، يبقى احنا هنيجي. بص، انا عايز اقول لك حاجه هتزعل الناس كلها. مفيش بلد متسلطه على نفسها زي مصر. مفيش بلد البيروقراطيه بتخنقها زي مصر. مفيش بلد كل موظف ايده مرتعه عشان مش عايز يمضي على اي حاجه قد مصر. من طول ما احنا مش بنحمي الموظف ونشجعه انه يمضي ويخلص الناس ويحل حالات مشاكل. انا نفسي المفروض بقالي سنه مستني ضخ 25 مشروع كله واقف. كله واقفه ليه؟ عشان ايه؟ هيئه سوق المال بقى لها 1.5 سنة موقفه، ولا 7 اشهر بتبت في المخالفه واقفه حل الشركه عندي. والنبي قول تاني يا باشمهندس، معلش. انا مش عايز اقول تاني بقى. لا قول لي تاني، قول لي تاني بس عشان الكلام ده يسمع. عايز ارد على اللي بيقول لي انت بتستثمر بره ليه ومش عارف. طب ما انا عارف استثمر في بلدي. انا لو عارف استثمر بقى ايه اللي يوديني بره؟ 7 اشهر بقول لحضرتك واقف، حالي واقف، مش قادر اشتري صموله حتى. بدفع مرتبات الناس وكده وصابر، عشان كل مره يقول لي معلش عشان الراجل خايف، اصل مش عارف ده راح، اصل ده ما جاش، اصل الرقابه بتقول كذا، اصل الجماعه دول بيقولوا كذا، اصل الوزيره قالت كذا، الرئيس ما فيش. هقول لك ايه؟ واضحه الرساله يا باشمهندس. انا بشكر حضرتك. المهندس نجيب ساويرس رجل الاعمال المصري، والكلام واضح. يعني اصل هو مش هينفع نزوقه، هو